أهلا بكم في فيديو جديد. قبل ما نبدأ الفيديو سمي الله وصلى على النبي. في الفيديو ده شبه هنتكلم على نستد اف، فتعالى اشرح لك نستد اف على الوايت بورد. هديك مثال هناك، بعد كده تعالى نتكلم على الكود. تعالى نروح على الوايت بورد. طبعا يا شباب، الفيديو اللي فاتت انا كنت بديلكم مثال على نجاح الطالب، يا اما الطالب ده هيكون ناجح يا اما الطالب ده هيكون هيكون راسب. فمثلا كان بيبقى عندي هنا مجموع 50، وكان الطالب دوت لو كان جاب اكبر من ال50 فكنت بقول ان هو بجيب ان هو ناجح، ولو كان جاب مجموع أقل من ال50 ده فكنت بقول إن هو راسب. فهنا أنا عندي حالتين، يا إما هتكون بترو، تمام، يا إما هتكون بفولس. طب في الحالة إن هي ترو يعني جاب مجموع أكبر من ال50، أنا بقى هنا عايز أعرف هو ناجح بتقدير مثلا مقبول، نجح بتقدير جيد، نجح بتقدير جيد جدا، نجح بتقدير ممتاز. فإيه بقى اللي بيخليني أقدر إن أنا أتشعب في الحالات عندي؟ يعني كان عندي هنا حالتين، في الحالة إن هي ترو تفرعت في الحالات بتاعتي علشان أحدد إذا كان هو نجح مقبول ولا جيد ولا جيد جدا ولا ممتاز. اللي بيعملوا الطريقة دي يا شباب هي nested if. طيب nested if بتشتغل إزاي؟ nested if بتشتغل إن أنا بيكون عندي حالة رئيسية، والحالة دي بتتفرع منها أكتر من حالة، وممكن الحالة دي كمان تتفرع منها أكتر من حالة. فدي يا شباب الفكرة في nested if. تعالى بقى نروح لل VS Code وأعمل لكم هناك المثال بتاع الطالب دوت ونفهم الفكرة. فأول حاجة يا شباب، علشان نعمل تشيك على مجموع، فإحنا أول حاجة محتاجين نعملها إن إحنا نعمل متغير ونديله قيمة. طيب تعالى نعمل المتغير دوت نسميه مثلا grade، ده اللي هو يمثل المجموع اللي بتاعنا، وتعالى نديله قيمة 50 مثلا. بعد كده هنعمل تشيك على المجموع ده. ففي المثال اللي كان في الوايت بورد كان يا إما هيكون الطالب ناجح يا إما هيكون راسب، فتعالى نعمل كده. يبقى إحنا أول حاجة نعمل نعمل تشيك على الجريد دوت if الجريد كان أكبر من أو بيساوي 50، ففي الحالة ديت هنقول إن الطالب دوت ناجح. تعمل برنت مثلا كلمة ناجح، تمام. إلس بقى الطالب ده نقول عليه راسب، فتعالى نعمل برنت لكلمة راسب، وتعالى نعمل رن نشوف الناتج بتاعنا. وزي ما انت شايف عامل لي كلمة ناجح. طيب أنا محتاج بقى أحدد هو الطالب ده ناجح بتقدير هل مثلا هيكون بتقدير مقبول ولا جيد جدا ولا ممتاز؟ فعشان نعمل الموضوع دوت تعالى نخش جوه الاف اللي بتقول لي ان انا ناجح. يبقى تعالى نفصل ده عن دي عشان بس ما تتلخبطش. انا بقى هنا محتاج اخش في الاف ديت اعمل تشيك على الجريد تاني عشان اعرف اذا كان جاي مقبول ولا لا. فانا هاجي جوه الاف اللي كانت بتحدد لي هو ناجح، هعمل اف تانية، والاف ديت هعمل تشيك على الجريد. لو كان الجريد دوت كان اكبر من او بيساوي 50 and الجريد كان اقل من او بيساوي 65، ففي الحالة ديت انا هعمل برنت ان هو جايب مقبول. فأنا كده عملت أول حالة عندي، إن هو لو كان المجموع بتاعه ما بين 50 و65 فهو جايب جايب مقبول. طيب تمام، أنا محتاج بقى أعرف هو جايب جيد ولا لأ. فبكل بساطة بعد الإف ديت هعمل else if. بعد الإف else هعمل تشيك على الجريد، لو كان أكبر من أو بيساوي 65 and الجريد كان أقل من أو بيساوي 75، في الحالة دي هعمل برنت لكلمة جيد، وهفضل أعمل الموضوع دوت لحد ما أوصل لممتاز. فتعالى نكرر الكلام ده. هاخد ده كوبي ونكرره مرتين، مرة في حالة إن هو جايب جيد جدا، ومرة إن هو جايب ممتاز. وتعالى نغير بس الأرقام عشان نحدد. هنا كان أكبر من أو بيساوي 75، وهنا أقل من 85، وهنا عشان يجيب ممتاز فالمجموع بتاعه لازم يكون ما بين 85 و
المية بقى. فتعالى تاني نراجع الكود اللي احنا كتبناه. انا كان عندي طالب وعايز احدد الطالب ده اذا كان هو ناجح او كان راسب. طيب انا عايز اعرف هو ناجح بتقدير كام، هل بتقدير جيد، بتقدير جيد جدا، بتقدير ممتاز. فانا دخلت جوه الاف الرئيسية، حطيت فيها ايه؟ الحالات بتاعتي اللي بتحدد اذا كان جاب مقبول ولا جيد. فبكل بساطة عملت تشيك على المتغير دوت وحطيته ما بين قيمتين. فالقيمة الأولانية إذا كان جاي ما بين 50 و65 مقبول، والقيمة التانية ما بين 65 و75 جيد، وهكذا لحد ما توصل لممتاز. فدلوقتي تعالى نعمل رن ونشوف. فهنا يا شباب عامل لي إيه؟ عامل لي مقبول، لأن المجموع بتاعنا كان 50، وأنا هنا المجموع بتاعي كان ما بين 50 و65، هيطبع إيه؟ مقبول. طيب تعالى نخليه مثلا ممتاز، يعني المجموع بتاعي هيكون ما بين 85 و100. فتعالى مثلا نخليه 90. تعالى نعمل رن. فزي ما انت شايف عمل لي كلمة ممتاز. لا، عمل لي ممتاز لأن المجموع بتاعه ما بين 85 و100. طيب تعالى نخليه أصغر من 50 علشان نشوف إذا كان هو رسب ولا لأ. فتعالى نغير ده كده، نخليه مثلا 40 ونعمل رن. فزي ما انت شايف عمل لي كلمة راسب. فده شيء المميز في نستد اف. المميز في نستد اف إن أنا بعمل كونديشن جوه كونديشن. فعندي هنا كانت الكونديشن الرئيسية، وجوه الكونديشن الرئيسية عملت كونديشن تانية بتحدد لي إذا كان هو جاب مقبول ولا ممتاز. ولو كان الكونديشن ديت ما نجحتش، يبقى هعمل إلس إيه؟ هعمل إلس راسب. طبعا بقى أنت ممكن تخش هنا تعمل لستة إف تانية علشان تكون أدق. يعني مثلا المجموع بتاع دوت يقبل درجات رأفة وكلام من كده يعني. فعايزك أنت تعملها. وبس كده، دي الفكرة في نستة إف. وبكده يكون وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى أكون استفدت منه. مع السلامة.